بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصتكم جيل لايف. دونك جيل لايف عبر قناتكم جيل دي زاد اشاك فوا ان تام اللي عنده علاقه بكم اللي يهمكم بيان سور، واشاك فوا ان انفيتي، والانفيتي تاع اليوم سي ان بو سبيسيال. دونك كي نشوفوا لو تام تاع اليوم راح نحكيو شويه على الامراض العضويه. الامراض العضويه نحكيو على بعض الامراض المزمنه بصفه عامه والعلاج تاع الامراض المزمنه اللي هو حاجه تري امبورطونت واللي يقوم بها الطبيب المعالج بصفه عامه. ولكن تزامنا مع الفتره اللي يكون فيها العلاج مع الطبيب المختص الخاص بهذه الامراض العضويه هذه، لازم يكون الانسان في حاله نفسيه يقدر من خلالها يتقبل المرض ويقدر من خلالها يساهم هذا الجانب النفسي المستقر في المساعده في التشافي السريع. باش نحكيو على هذا الامر هذايا والرول تاع ليطا بسيكولوجيك في التشافي السريع الخاص بالامراض العضويه، معنا نوتر شير انفيتي اللي هي الدكتوره الاستاذه بوهني نصيره، المعالجه النفسيه. مرحبا بك استاذ. يسلمك، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، متشرفه بالدعوه ديالكم. الله يسلمك، مرحبا بك توجور معنا في لو بلاطو دو جيل لايف. دونك كما قلنا في الانترو تاعنا انه توجور كاين عده امراض يتعاني منها الانسان، سواء كانت فتره صغيره سواء كان لما يكون في المرحله العمر المتوسط ولا حتى الكبار في السن. الامراض بصفه عامه نعرفوا حنايا باللي كي يكون انسان مريض اون جينيرال شغل كيما نقولوا حنا يكون مطلوق بالطريقه العاميه، وهذا الشيء عاود يولي اولا بالك الحاله للتعب الجسدي اللي يكون يمر به كون الخلايا الدفاعيه راهي تخدم اون ميم طون، يمر بالحاله النفسيه اللي هي تري امبورطونت ثاني، بحيث انه ربما يقلل النشاط تاعو وهذا يؤدي لنوع من الخمول. دونك بسيكولوجيكمون راح يعيا شويه جدا. دونك كالي لا ريلاسيون اونتر هاد لي شونز. الانسان ماهوش فقط جسد، عنده عقل باطن وعنده عقل واعي. كامل نعرفوا اي انسان يعرف بلي اي شخص مكون من جسد زائد عقل، والعقل تاعو كذلك يتقسم الى عقل واعي وعقل لا واعي. دوكا اغلب واش نعيشوا من امراض سواء جسديه او نفسيه كلها كاين في العقل الباطن، العقل اللاواعي. كاين اللي يقولوا العقل الباطن، كاين اللي يقولوا العقل اللاواعي. هذه الامراض الجسديه تكون في العقل اللاواعي، حتى الامراض الجسديه بوكو بليس الامراض النفسيه. والجسد لما يكون عنده كثير من لاشارج والامراض النفسيه كثير، يكون عنده كثير من الصدمات، كثير من الاشياء اللي تكون مأثره فيه داخليا وهو اصلا ما على بالش بلا مأثره فيه، تسبب له امراض جسديه. نحكيو على الحالات اللي نقولوا بلي هذا المرض الجسدي عنده خلفية نفسية. يعني السبب بالك الرئيسي تاعو ربما يكون بنسبة 50 ولا 60، ربما حتى يتعدى 70% نفسي. حتى أكثر. ممكن تلقى ناس لما تتابعوا نفسيا المشكل النفسي اختفى المرض العضوي، حتى هو كان مرض مزمن مثل السكر، مثل مرض الضغط، أمراض جد مزمنة شافوا منها في فترة تاع شهر أو شهرين، حتى هما ما كانوش مصدقين النتيجة. هنا نطرحوا السؤال كيفاش العلاقة بيناتهم. إنه الإنسان يتعاطف. كامل قرينا في المسيت ولا في ليكول كامل عرفنا بلي انه الانسان كائن يؤثر ويتاثر بالبيئه اللي عايش فيها. يتاثر بالبيئه اللي هما الاشخاص اللي دايرين به، يتاثر بالمحيط، بالمناخ، يتاثر بعده عوامل، حتى بالاخبار اللي يسمعها ويتاثر بها، وراهو يتشرب يعني المعطيات الداخليه تدخل العقل تاعو بصفه عامه. كل شيء راهو ياثر فيه وراهو يتبرمج فيه. صحيح. كيما نبرمجوا الطفل وهو صغير، كيف ما الانسان هو يكمل في البرمجه على مدى مراحل وسنوات اللي يمر بها في حياته. كل ما يكبر كل ما كان او يتاثر كيف بنفسه، واش هو يتلقى من المجتمع ديالو، واش هو يتلقى من المحيط الخارجي ديالو. رانا نشوفوا اغلب الوقت كاين سلبيات في الاخبار، اغلب الوقت تلقى الناس كامل قلال الناس اللي تنشر الايجابيه دوكا في المجتمع، كلها سلبي سلبي سلبي، وهو يتشرب الانسان هذيك السلبيه. ينوض يلقى شخص مريض، ثاني مريض يشكي، الاخر المريض يشكي، يروح يلقى في الاخبار كيف وفيات وكذا 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 وكذا، يروح للعمل كيف يلقى الضغط ويلقى كل شيء مضغوط. من ذاك كاين اللي يلقى عندهم مشاكل اسريه، خاصه الناس اللي عندهم المشاكل في المنزل هما الاكثر عرضه للامراض الجسديه والنفسيه. ربما على حسب واش فهمت من الكلام تاعك، ربما انا عندي اطلاع خفيف على الجانب العضوي اكثر. يعني اصلا هو الجسد تاعنا هو كيان بحد ذاته، عنده نظام معين مبني على افرازات معينه، مبني على جانب فيزيولوجي اكثر منه، يعني مثل ما نشوفوه احنا جسد.
أكيد. لانه التركيبه هذه بحيث انه الخليه الفلانيه تفرز الهرمون الفلاني بنسبه معينه في الجسد، وبالتالي هذاك الهرمون يؤدي الى عمليه معينه يقوم بها الجسد اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك كل خليه ولا كل عضو في العضويه مسؤول على عمل معين. لما يكون كاين ليطا بسيكولوجيك بالتالي راح يؤدي الى خلل في عمل الاعضاء. هذا هو النقطه الاساسيه. والعلاقه وشنو هي؟ العلاقه كلها عن طريق الاعصاب. لما شكون اللي يسير الجسد هذه العمليات الايضيه اللي هي الرساله الحسيه والرساله العصبيه في نفس الوقت. اكيد الرساله الحسيه والرساله العصبيه اللي يسيرها هو العقل، هو العضو المركزي اللي هو الدماغ كما نقولوا له احنا كامل الناس يعرفوه. فالدماغ وش هي الوظيفه تاعو؟ انه ياخذ الرسالات العصبيه ويحللها ويعطي رسالات عصبيه اخرى اللي تعطينا الحركه واللي تعطينا الحرق تاع الحرق مثلا تاع الطاقه باش تمد لنا طاقه للجسم باش يكون الانسان اكثر نشاط واكثر، باش يكون كاين تنفس، باش يكون كاين كل العمليات الايضيه اللي تحتاج الطاقه. صحيح. فلما يصير خلل في الدماغ في الخلايا العصبيه واش يصرى الكور كيف يصرى له الخلل انه ما يكونش يؤدي الوظائف تاعو، كاين لانه الرساله ما تمتش بطريقه سليمه لانه كاين جد عراقيل كبيره باش لحقت، وكاين ناس تلقى الرساله العصبيه تاعهم تمشي ولكن ببطء كبير عفوا. لماذا؟ لانه الدماغ راهو تعبان بطريقه سليمه. واش هو سبب التعب؟ هو من التقنيات اللي نمارسها بزاف انا عندي في المركز، انه تقنيه الاكسس بارز هي تنحي هذوك الشحنات الكهربائيه الزائده صحيح. الموجوده في الخلايا العصبيه. كي تخفف الدماغ يخفف الدماغ يخفف الجسد معاه، ويروحوا كثير من الامراض اللي هما ظاهره باش يخبرنا باش يكومونيكي معنا الجسد تاعنا انه راه كاين مشكل الفولو سويف، كاين مشكل لازم له حل، لازم نخرجوا نحوسوا له على صح باش الناس تزيد تفهم، باش نزيدوا نحاولوا نبسطوا الامر اكثر. يعني من بين الامور الاساسيه اللي تتم، احنا قلنا باللي الكور تاعنا هذايا هو مجموعه اعضاء ومجموعه خلايا في حد ذاته. يعني عندنا يد هذه سيكوا هي سي دي سوليل مع بعضها كومبلي. هاد لي سوليل في حد ذاتهم يربط بيناتهم شغل دي فيل كيما تاع الالكتريسيتي اللي عندنا في الدار اللي نسميهم احنا الاعصاب. دونك الاعصاب هذوما وشنو هو الوظيفه تاعهم؟ لما اي انسان يستشعر اي شيء يتم استقبال الرساله الحسيه نقولوا لها احنا سما ديتيكتا حاجه، على سبيل المثال الحراره ولا البروده ولا نيمبورت كل حاجه. دونك كي ديتيكتيها واش يصرى اوتوماتيكمون؟ كاين نوعين من هاد لي فيل اللي هما الاعصاب، باش المواطنين باش يكونوا فاهمين بيان كوم يلفو. راني مراجع الدروس تاعي بيان كوم يلفو صح. واش يصرى؟ كاين رسائل تستقبل، وين تروح هذه الرسائل؟ مربوطه من القنوات الحسيه ولا الخلايا الحسيه اللي ديتيكتي تدي للعقل. دونك هنا نفهموا باللي لو موتور تاع لو كور كومبلي اللي هو العقل، لو سيرفو تاعنا هكذا راني صحيح. نعم طري بيان. دونك لو سيرفو واش يدير؟ يعاود يقوم بترجمه الرساله اللي لحقاته. دونك إلي ان تراديكتور كي يدير لا تراديكسيون تاع لو ميساج اللي لحقوا اللي هو رساله حسيه، دونك اوتوماتيكمون راح يعرف وشنو هو الشفره اللي لحقت للكور. واش حب يقول؟ حب يقول بلي كاين هناك تغير في حاله معينه يجب اتخاذ اجراء معين. وهذه الاجراءات هذوما بيان سور كل عضو مسؤول على حاجه معينه. دونك اوتوماتيكمون لما يكون عندنا ارتفاع درجه الحراره، لما يستقبل الدماغ بلي كاين حراره معينه يروح للخلايا المسؤوله على افراز المياه وتخفيض درجه الحراره ويسبب التعرق على سبيل المثال. دونك هنايا على حسب واش قالت الدكتوره عندنا كي يصرى لو بروبليم انه لو سيرفو تاعنا يتساتيرا. منين تصرى لا ساتيراسيون؟ تصرى من انه الانسان يتعرض لضغوطات نفسيه كبيره في الحياه. الضغوطات النفسيه منين تجينا بالمحيط، تجينا من التفاعل تاعنا مع العالم الخارجي بكل مكوناته. انا صحيح. ايوه طري بيان. باش هكذا كي نفهموا هذه المقدمه هذه نقدروا نتناقشوا في الموضوع اكثر والمواطنين يقدروا يفهمونا بليس. دونك اوتوماتيكمون اذا كان هناك خلل، سواء انه الدماغ ما لحقلوش الميساج ولا لحق له بوتيره متباطئه، دونك هنا اوتوماتيكمون العمل ولا وتيره العمل تاع الجسم راح تتغير، والتغير تاع وتيره العمل تاع الجسم راح يؤدي الى خلل في عمل العضويه، باسكو سي ان سيستم اللي يمشي كاع مع بعضه وفق نموذج عمل خلق الله عز وجل في الانسان. دونك الحاله الطبيعيه تقول هكذا، اي تغير في الحاله الطبيعيه نسميه احنا خلل او مرض. تضاعف هذيك الوضعيه
يؤدي الى تضاعف الاعراض على الانسان، وبالتالي دخول في حاله مرضيه تستدعي الطبيب. وهنا يجي له رول تاع الاستاذه. دونك اوتوماتيكمون في وسط الحكايه اللي حكيناها كاعيتيك لازمتنا نقيو هذا لو سيرفو هذايا باش يخدم مليح. يعطيك وهنا نعاود نبوزي لك لا كيستيون. دونك كي نجيو نحكيو حنايا الجانب الخاص بالعلاج النفسي، وشنو هي دابري الحكايه اللي حكيناها حنايا لا رولاسيون تاعو بالجانب العضوي. كيفاش حتى الجانب النفسي حنايا نروحوا نديتيكتيوه باللي كاين ان بروبليم بسيكولوجيك في الكور تاع الانسان اللي في السيرفو، ولازمتنا نعالجوه ولازمتنا نمشيو معاه باش نخفوا الوتيره. علاش ما نقولوش بانه هذا الانسان بالك عنده مرض وراثي؟ فهمتي الفكره؟ هذه دونك العلاقه بين الجانب النفسي والجانب العضوي. حتى الامراض الوراثيه، حتى لو كان مرض وراثي مثلا ما يساعدش في التفاقم تاعو الانسان اللي يكون عايش في راحه. صح. يقدر يتعامل مع المرض تاعو اصلا، ما تقولوا مرضك وراثي وراهو انسان مريح وراهو انسان يقدر، كاين عنده القدره، لانه ربي سبحانه ما خلقش جسد ضعيف، خلقنا جسد قوي فيه امراض نقدروا نتعاملوا معه. كما خلق الداء خلق الانسان في احسن تقويم. في احسن تقويم. يعطيك الصحه. فالإنسان اللي يكون في لحظة القوة وقوي جسديا وقوي نفسيا، مهما كان عنده المرض راح يقدر يتعامل معاه، وراح يقدر حتى أنه يتخطاه، ويقدر حتى أنه يتشافى منه في أغلب الأحيان. لكن لما نشوفوا الإنسان عاجز على أنه يخطي ولو خطوة واحدة بمساعدة الطبيب والدواء والأهل، وموش قادر يخطي خطوة للأمام، موش قادر حتى أنه يستمتع باللحظة، مع أنه لازم نرضاو لما ربي يبتلينا بالمرض، لازم نرضاو، لازم نعرفوا بلي رانا في مرحلة تاع ضعف، لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الجسد تاعنا اللي هو ضعيف، ومع المعطيات اللي راهي عندنا اللي تغيرت. مش الإنسان المريض مثل الإنسان الصحيح، لازم الإنسان اللي يكون مريض يكون عنده هذيك القدرة والوعي أنه أنا راني في حالة مرض، في فترة راح نعدي بها، وبعدين إن شاء الله نكمل، نعاود نرجع لحياتي ونواصل مسيرتي، كسوا مهنيا ولا كسوا في الحياة العامة الخاصة. أو يعني مارس الحياة تاعو العادية. لما نشوفوا الإنسان ماهوش قادر حتى انه يتقبل، كاين ناس حتى التقبل تاعهم للمرض وما عندهمش، هنا نفهموا بلي انه عنده خلفية نفسية أخرى رداته إنسان ضعيف نفسيا، ضعيف اتجاه انه سواء الرضا، ولا مثلا اتجاه انه ينوض يدافع على نفسه، انه حتى تلقى انه العضويه تاعو ماهيش قادره تدافع على نفسها انطلاقا من البرمجه اللي هو عنده الداخل، انه هو ماهوش قادر يواجه المشكل اللي راه عنده او المرض اللي هو عنده، وماهوش قادر اصلا انه يرفض بروحه، لانه احنا الانسان توجور يكون مريض نقولوا له زيد عاون روحك انت. صح. عاون روحك، لانه تشوف بين الانسان اللي راهو مستسلم وتفاقمت حالته، لو كان تسقسي لا ماجوريتي تاع لي ميدسان واش يقول لك هذا انسان عاونا في المرض تاعو، في العلاج تاعو، وهذا انسان هو يصعب لنا في العلاج تاعو. هي ترجع الى الحاله النفسيه تاع الانسان. كيفاش هنا يتم التعامل بين والتفاعل بين العقل والجسد؟ كيفاش يتم التفاعل؟ احنا رانا نقولوا بانه يتم التعامل مع المرض وعاولنا، دونك كيفاش تتم العمليه؟ لما يصير رفض مثلا انا عندي مرض ورفضت، اعطيت امر انا بوعي للعقل انه يرفض هذا المرض، هي بطريقه غير اراديه، بطريقه غير اراديه، حتى وين ما درتهاش انا بوعي نديرها بغير وعي، اعطيت امر خلص للجسد تاعي انه ما تتقبلش هذا المرض، اللي المرض هو راه حقيقه عندي داخل في الجسد. صح. شغل انا او عندي مشكل واني صوتيته، مثلا تدخل باش نحكيو مثلا على قاعه، تدخل باش تنقي القاعه وقت تشم حاجه سامعين ريحه ناتجه يعني مثلا حاجه عينه، صح، تقول لا راهي نقيه بصح اي الريحه مازالها، انت برك لك ناكر المشكل، هو المشكل مازالو، تتجاوزها بحيث انك عدم ربما اخذ المسؤوليه في انك تنقي هذيك الحاجه يخليك اوتوماتيكمون تتاقلم معها نفسيا، وهي في صح في الريال تكزيستي، هي في الريال تكزيستي. هنا نعرفوا بلي كاين خلل، باللي الانسان راهو يا اما عنده صدمه، يا اما راهو اصلا في صدمه المرض هذاك راه يتصرى له هذيك الصدمه. نعم. يا اما عنده في مرحله من مراحل حياته ما عاشهاش ستابل، ما عاشهاش مستقر، ما عاشهاش كما يلزم اي انسان يعيشها، مرحله نعم. الطفوله وحدها، مرحله المراهقه وحدها، مرحله الشباب وحدها، ومرحله الكهوله وحدها. نعم. معناتها كان عنده خلل في مرحله من مراحل حياته. سما هنايا نفهموا، نقاطع كلامك يعني نفتح قوسين، بأن النمو النفسي السليم هو حاجه اساسيه لازم تكون في حياه الانسان منذ الصغر، باش يتفادى ويتجنب الكثير من الامراض. لازم من الاول الوالدين قبل ما يقرروا اصلا انهم يجيبوا الاطفال، لازم صح.
ياسوميو لهم، ولا كيما نقولوا حنا يتاكدوا بلي راهم رايحين يعيشوا حاله، راهم رايحين يتمرحلوا خلال المراحل النفسيه الطبيعيه اللازمه لنمو اي كائن بشري. صح. طري بيان. دونك هنايا حكينا على الجانب النفسي، حكينا على طريقه النمو السليم، وحكيتي على حاجه اساسيه اللي هي ربما الوالدين، لانه ربما يعتبروا هما اول محيط خارجي يتعامل معه الطفل. أكيد. صح. الجانب الخاص بالجانب العضوي ايضا في نمو الطفل، نحكي وحنا على سبيل المثال انه الطفل اللي يشرب حليب الام ماشي كما الطفل اللي يشرب حليب اخر. هناك بعض المشاعر التي تنتقل بين الام والطفل في هذه الحاله، وبالتالي تساهم في نمو نفسي سليم لهذا الطفل منذ فتره الرضاعه. اكيد. الام اللي ترضع وليدها مع الام اللي ما ترضعش مش نفس الشيء. نلقاو انه الطفل اللي تلقى رعاية خاصة من عند الوالدين، انه كان كاين اكثر حنان، كان كاين اكثر لمس، كان كاين رضاعة، كان كاين يحس الطفل بالامان، لانه راهو خلال الرضاعة راهو مازالوا يسمع في نبضات الام، ومازالوا ينقل له اصلا الحليب تاع الام يتغير حسب حاجيات الطفل. هي شيء يسرى بيولوجيا، يعني مش صح. حتى انسان ما يتدخل فيه، انه ربي سبحانه دار هذه الاليه في جسد الام المرضعه والطفل تاعها. اذا كان كاين اي عنصر من العناصر المغذيه خاصه في الطفل، راح جسد الام راح يتكرس كامل انه يوفر له هذاك العضو من خلال الحليب اللي تضر الام. صح. لما احنا نحو الام، رضاعه الام، اولا الطفل راح يحس روحه انه راهو بعيد على الام، ماهوش يعني ما داش هذاك المشاعر انه انفصل جسديا عليها. انه عندنا ربي مدنا في السنه كاين عامين تاع الرضاعه، هذوك عامين تاع الرضاعه لازم يكون الطفل مازال حاس بوجود الام معاه، تما وين يدخل اللمس الجسدي تاع الاب مثلا، ما يكونش كاين فراق تاع الام، فيكبر الطفل وينمو جسديا في بيئه سليمه، في العضويه تاعو تقعد مازال عندها اتصال وتواصل جد 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 جيد مع المحيط الخارجي، يبدا يتطور في مراحل سليمه، مش مثل الطفل اللي نعطوله البيبرون مثلا. يمكن نقولوا بانه ربما العمليه الاتصاليه الجسديه التي تتم بين الام والطفل تعطيه شعور بالامان اكثر، بحيث تعطيه هذه الثقه هذه وهذا الشعور من دفع نحو الامام، لانه دائما يحس بلي عنده مصدر حمايه، ما راحش يخاف، راح يستكشف اكثر. مثلا شيء بسيط احنا كامل تعودنا عليه في الاسر الجزائريه، انه لما الطفل يبدا يعيط نقولوا ما ترفدوهش، خلوه يعيط. مي هذاك العياط هو ماهوش يحوس على حل، هو يحوس على الامان. صح. مجرد انه انا نتقرب منه كامه ولا كابيه، نتقرب منه يسمع برك نبضات القلب تاعنا يطمن خلاص او يهدى الطفل. ولا باش نخلي انا طفل عجل نقول باش ما يتعود ليش على الرفض ما نرفدوش وما كذا، مجرد انه يسرى هذاك الكونتاكت الجسدي بيناتنا، انه التواصل الجسدي وين خلاص يحس بالامان، راح نلاحظوا تلقائيا انه الطفل اهدى، وانه الطفل ولا يتجاوب احسن، ولا ياكل احسن، ويشرب حليب بيا، ولا ينام نوم في حياته أحسن. عاديه جدا. وي. اما لو كان تشوف الطفل اللي لا نهملوها خليه يبكي حتى يسكت. صح. وعلاش اصلا هو بكى؟ لو كان نعرفه هو بكى لانه حاب يوصل لنا رساله. صح. ماذا بينا نفهموا الرسالة، طريقة التعبير الخاصة به، طريقة التعبير الخاصة به، ماذا بينا نفهموا الرسالة ونوفروا له الأمان اللازم، ونوفروا له الإجابة اللازمة في أقل وقت من البكاء، لأنه كل ما طول الطفل يبكي كل ما بعد نفسيا، يتأثر عليه نفسيا، وكل ما تأثر نفسيا، وكل ما راهي الخلية العصبية راهي تنرجستري في هذو المشاكل النفسية. راه يركم يعني مجموعة المشاعر السلبية. هذه اللي رانا جايين نحكيو عليها، انه تراكم من نهار اللي خلاص التقت النطفه والبويضه باش يتكون الجنين، من ثم وهي بدات لاديان تاع الطفل هو يبدا يتكون. صح. يبدا يتكون، ويبدا لاديان عنده شيء خاصه من الخاصيات اللي راهي خلال الدراسات الامريكيه الان راهم يديروا فيها، انه حتى لاديان يشرب كمية المعلومات المحيطة بالإنسان ويورثها للأجيال، زيادة على الأمور الوراثية من عند الوالدين، يعني حتى المحيط يقدم. الآن بالنسبة للاديان يتغير حتى بالإشعاعات تاع الهاتف، بالإشعاعات تاع الإضاءة تاع الإنارة، لأنه عندها تأثير على الجسم تاع الإنسان. كل شيء يأثر بالراديو، بكل شيء راهو يأثر فينا. هنا ربما نمشيو لنقطة أساسية اللي هي أهمية المرافقة النفسية للنشء منذ الصغر.
اولا من حيث تكوين الوالدين في التعامل مع الجانب النفسي، وثانيا من حيث المرافقه او سي لا كونسلطاسيون، العلاج، يمكن نقولوا العلاج النفسي او المتابعه النفسيه لحاله الطفل، يعني منذ النشء. الاستشاره في الجانب الاستشاري ربما متعلق في تكوين الوالدين من الجانب النفسي كيفيه التعامل، ولكن الطفل ايضا يحتاج الى متابعه نفسيه لدى الاطباء، وهي الثقافه ربما اللي ناقصه عندنا في الجزائر في المجتمع. لانه ينوضوا الوالدين الكبار يقول لك خلاص نزوجوا هذو راهم كبروا، راهم في اللاج تاع الزواج ونزوجوهم، ما طلوش على الخلفيه النفسيه تاعهم. هادو الزوجين يصلحوا يربيوا لنا اجيال، صح. واسكو هما خاصهم اصلا مساعده باش يصلحوا. كاين من ذاك اللي تلقاهم هما ما همش متفاهمين ويديسيديو يجيبوا اطفال ومن بعد يظلموا الاطفال. هما قالوا باش قبل احنا نعطيو لنفسنا على الاقل فرصه تاع نتعارفوا 6 اشهر عام باش وهي اللي حدد الاسلام ربما في مرحله الخطوبه هنايا، مرحله بحيث انه يتعارفوا في الذهنيات ويسدروا مع بعضهم يعني مشاريعهم المستقبليه ويتفقوا مع بعض في كل شيء. يتفقوا وغالبا ما يحطوش اسس يبنوا عليها حياه، يحطوا اسس حتى ولو كانت مستوحاة من الافلام، مستوحاة من الخيال اللي حابين يعني يديو افكار من عالم خارجي ما يطبقش على الشخصيه الحقيقيه اللي يكونها الرجل ويكونها المراه حقيقه. فلازم يكون كاين تواصل بناء، انه يكون كاين حوار حقيقي لبناء حياه مستقبليه باش نبنوا اسره ونبنوا مجتمع. كل اسره حتكون لنا صح، لان مجتمع الاسره ولا الفرد في الاسره هو النواه الاساسيه للمجتمع. هنا في هذه النقطه ربما نعاودوا نوليو للجانب العضوي بعض الشيء، وشنو هي اهم الامراض الشائعه ربما في الجانب المزمن، ويمكن للمساعده النفسيه انها تقدم لها ربما جانب خاص بتسريع وتيره العلاج وتقديم اضافه نوعيه. حتى الشفاء من الامراض العضويه. مثلا نحكوا على القولون العصبي. القولون العصبي مشكلته كلها قلق، توتر، صدمات في الماضي. كاين ناس عندهم الخلعه، كاين ناس عندهم كره الكرب باللغه العربيه، لابول دونغواز كما نقولوا. هي اكبر سبب يسبب لنا القولون العصبي. اللي ما كاش جزائري تخرج للشارع يقول لك عندي القولون العصبي، عندي الكولون، عندي الكولون، عندي الكولون. كل الجزائريين يشكيوا من الكولون. هما عند بالهم انه فقط نعمل ريجيم ونكمل في الريجيم هذاك، يعني جانب غذائي فقط. جانب غذائي فقط، وهو انه المشكل في الغذاء. هو المشكل 90% في الجانب النفسي. صح. انه عندك امورات نفسيه مريت بها، حتى انت واعي ولا انت غير واعي، حتى ممكن تكون مرت بها الام تاعو، لانه الرابط بين الطفل والام رابط جد كبير. وش تحس الام يحس الطفل، وش يحس الطفل تحس الام. فممكن ناس مجرد انه والديهم مرضوا بالسكر مثلا، هما كيف تقاسوا بالسكر ومرضوا بالسكر. علاش؟ فقط تعاطفا مع الوالدين، وكيفاش انا بابا يمرض بهذاك المرض وانا ما نمرضش، نعطي امر للرساله العصبيه تاعي انها يصرى خلل في البنكرياس وعدم افراز الانسولين، او في الكبد، او يصرى خلل في عضو معين مسؤول على مرض السكري. وممكن مرات يكون كاين مرض كاذب. تروح للطبيب يقول لك ما عندكش، انت عندك كامل الاعراض، بصح في التحاليل ربما المرض الوهمي وفي السكانر وفي كل شيء ما كان حتى سيني تاع هذاك المرض. ما تلقى الانسان توجور عيان، توجور ينصرع، توجور عنده كامل الاعراض تاع هذاك المرض، بصح الكور او يقول لك الجسدي يقول لك ما عندك حتى خلل. هنا نفهموا بلي انه المشكل هو نفسي. المشكل ما راهوش كامل عنده علاقه بالعضو. فما نقعدوش حنا نشربوا في دواوين ممكن يسبب لنا مرض. صح، خلل يعني. فهذا هو الشيء اللي يوقعوا بكثير من الناس فيه، انهم يروحوا فقط يهملوا الجانب النفسي ويروحوا للجانب الجسدي. صح. ويتبعوا طبيب فلان مليح وطبيب فلان مليح ومليح، ومن بعد يشربوا كامل دواء يقول لك ما بريتش، بس كنت اصلا ما رحت حليت المشكله. وهنا ربما ننصح الناس انه حتى اذا كان عندك مرض عضوي ربما حتى نقولوا بانه جاك لاول مره، هنا في هذه الحاله يجب عليهم استشاره الطبيب النفسي كدرجه اولى والمعالج. اكيد لازم. ربما نحكيو على باقي التفاصيل. نعم، باقي التفاصيل في هذا الامر نحكيو عليهم، ولكن في الشطر الثاني من البرنامج، لانه عمر البرنامج الاول قد انتهى. ما تروحوش بعيد، فاصل ونعود نقول.
عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام، دونك نواصلوا في حصتنا جيل لايف عبر قناتكم جيل ديزاد دائما اللي يلتحق بنا الان. نحن بصدد الحديث عن الدور الاساسي للعلاج النفسي والمرافقه النفسيه في علاج الامراض العضويه. كنا نحكيو مع الدكتوره نصيره دونك في الشطر الاول من البرنامج عن كيفيه ربما تاثير العضويه بصفه عامه او تاثرها بالخلل النفسي او بالعديد من الاعراض النفسيه حتى ربما يؤدي الامر الى امراض عضويه يتسبب فيها هذا الامر. وحكينا ثاني بالك بوكو بليس على الحاجه اللي تري امبورطونت انا نشوفها اللي هي كما قلت انت القولون العصبي. باسكو علاش لو كوتي بسيكولوجيك يلعب دور كبير. نيمبورت لو كي يقول لك انا تنرفيت يحكموا الكولون، يهضر معاه واحد بميثود اللي ماشي مليحه ولا يعيط معاه ولا يحكموا الكولون، يقعد في الدار يشوف دي بروبليم في الدار يحكموا الكولون، يبقى يفكر ويبقى يخمم اكزاكتومون يحكموا الكولون. دونك هذا الكال اللي ربما انا نشوفها بان يعاني منها الجزائريين بدرجه كبيره، كيفاش نقدروا نتعاملوا معها؟ كيفاش نقدروا نتعاملوا معها؟ انه الانسان يعترف هو في حد ذاته انه القولون العصبي مش فقط ريجيم ومش فقط دواء، هو جانب نفسي، انه يعترف انه لازم يروح ياخذ اول خطوه ويروح للمعالج النفسي. سما هنايا كي يقتنع ديجا اولا لحظه انه الانسان يقتنع انه لازم يتوجه للعلاج النفسي، ديجا اقطع مرحله 30% من العلاج. ربيع لانه خلاص تقبل انه الفكره انه لازم يفتح الذكريات اللي عنده والذاكره الخلويه اللي عنده. علاش قلت لك مقبله على لاديان انه يونرجستري كلش، انه الخليه تاعنا تونرجستري كامل واش يصرى عن طريق شحنات كهربائيه، لانه لغه الجسد هي الشحنات الكهربائيه. طيب باش نزيدوا نفهموا، اسمحي لي نفتح قوس دائما لانه انا نحاول نوصل الفكره للكبير والصغير وحتى للناس كامل. لما رانا نحكيو على الاديان، يعني الاديان هي ربما الشيء المسؤول على نقل الصفات الوراثيه من الوالدين. باش نزيد نفهمكم اكثر بوكو بليس التركيبه تاع الجسم تاعنا كيفاش تتم لما نكونوا في البطن تاع الام. الانسان يتكون من خليه واحده. شتو كي نجرحوا روحنا نلقاو شغل اللحمه هذيك خليه، هذيك الخليه واش يصرى لها؟ تبدا تتقسم زوج، ومن بعد يبدا يتقسم تولي 4، ومن بعد هذوك الربعه يولوا 16، ومن بعد يبدا تتكون عندنا عضله، وهذاك عضله مع عضله يبدا يتكون عندنا عضو، ومن بعد يبداو يتكونوا العظام ويبداو يتكونوا امور كثيره. يعني هذه الطريقه التي تتم. شكون اللي يقول باغ اكزومبل اليد لا فورم تاعها هكا 5؟ كاين واحد اللونغاج، واحد اللغه نسميوها احنا لغه وراثيه. اللغه الوراثيه هذه وشنو هي؟ لما يجيو لي بارون الاولياء، يعني الاب عنده خلايا وراثيه والام عندها خلايا وراثيه. علاش نقولوا حنايا وليدي خرج يشبه لي في كذا؟ باسكو دا هذيك الصفه من عندك وراثيا، الصيغه الصبغيه اكزاكتومون هي الصيغه الصبغيه. هما كاينين زوج خيوط، هذا الزوج خيوط فيهم واحد لو كود، الكور تاعنا يتبع هذاك الكود باش يقدر يخدم، يشكل لنا البروتين اللي يشكل لنا الخليه اللي يشكل لنا العضو اكزاكتومون سي سا الهيئه العامه للجسد. دونك هذاك لا لونغ ولا هذيك اللغه هذيك يخلقها رب العالمين فينا، ولكن هذيك اللغه تتاثر بالمحيط، تسمى الرساله الوراثيه تتاثر بالمحيط. هذا هو الشيء اللي تحكي عليه الاستاذه. دونك وبالتالي اوليو اللي يكون راح يتخلق بشكل معين، يعني تاثرا بالعامل الخارجي يتخلق بشكل اخر، بحيث انه بعض الامراض العضويه بالك ما تكونش عندك، ولكن اثناء التشكل وتاثر تاعك اكزاكتومون بالمحيط تاعك تكتسب هذاك المرض وتقول انت بلا وراثي، وحتى انه تكتسبها وتحولها للاولاد الاجيال اللاحقه. باسكو مشات راه في لو كود اديان تاعك سي بور سا. جد مهم هذا المعلومه جد مهمه، لازم يركزوا عليها ولازم ياخذوا بالهم مليح من الجانب النفسي تاعهم، المحيط يحيطوا نفسهم دائما بناس ايجابيين صح. بكثير من العوامل راح نتحدثوا عليها فهذا لابارتي اكزاكتومون. نرجعوا للسؤال اللي طرحته اللي هو القولون العصبي كيفيه التشافي منه. انه يعترف انه لازم يتوجه الى معالج نفسي. اوكي. فلما يتوجه للمعالج النفسي كاين دي تيست نديروهم، كاين علاجات. هنا سؤال حتى يعني نفتح قوس برك، يعني اي معالج نفسي يقدر يروح له ولا كاين ناس معالجين نفسيين اختصاصيين؟ كاين ناس اختصاصيين، هذه اللي نحب نفهم. هو اي معالج نفسي نقدر نتوجه له، اوكي، لكن من الاحسن نتوجه للمعالج النفسي اللي عنده نتائج في الشيء اللي راني ندير فيه انا.
كيفاش يقدر يعرف لو سيتوان؟ انا باغ اكزومبل عندي كولون مانيش عارف، انا حاب نروح باش نداوي عليه بسيكولوجيكمون. نروح نتوجه لاي معالج نفسي او نسال الناس، نتوجه لاي معالج نفسي نساله على الحاله تاعي واش عنده نتائج مقبل مثلا. تري بيان. فواش يقدر يفيدني، نقدر في الاستشاره الاولى نروح ناخذ يعني ندي استشاره. الفكرة. انا نقدر نحكم على هذا الانسان لا يقدر يعاوني اني نتخطى هذا المشكل ولا لا. تري بيان. اي انسان لما يروح يقول لك عن طبيب والله غير هذا غير دخلت عنده بريت، يقول لك ما عطاني لا دواء لا والو بريت، اذا الجسد تاعو او القلب تاعو كيما نقولوا احنا ارتاح لهذاك الانسان، خلاص ارتاح لهذاك الطبيب، يقول لك خلاص نروح لعنده نبره. هذاك هو الانسان اللي يقدر يمشي بك في خطوات العلاج وفي خطوات انك تعرف اصلا المشكل اللي عندك وكيفاش تتعالج منه. انا مثلا لما يجيني اي مريض مثلا يحكي لي على اي مشكل نفسي عنده ولا اي مشكل جسدي عنده، نفضل انه يحكي لي على كيفاش عايش حياته. صح. كيفاش عايش حياته. فانت في حد ذاتك اي انسان يقدر يشخص نفسه من داره، انه يشوف حياته كيفاش عايشها، هي كيفاش عايشه وكيفاش عاشها او ميم طون، وكيفاش عاشها خاصه عند في باسكو لان الوالدين. المكبوتات والتراكمات النفسيه هي تعتبر السبب الاساسي في الحاله النفسيه المستعصيه اللي يوصل لها لدرجه معينه، حاله نفسيه ولا حاله جسديه. لانه باش نلحقوا نفهموا انه الجسد يمشي بميكانيزم واحد، انه النفسيه تاعو تاثر له على الاعضاء، والاعضاء هما اللي راهم يرياجيو ولا يتحرك بهم في الحياه الماديه. فلما نشوف روحي انه انا مثلا قدرت نقيم روحي في حياتي كيفاش راني عايشها، وعندي القدرات وعندي المعايير اللي نقدر نقول انا وراني ماشي في طريق. لما نشوف روحي انه انا اصلا نسيت دي بارتي من حياتي، نسيت مراحل من حياتي، مانيش قادر نحكم على نفسي كيفاش كنت، ولا لقيت روحي نحكم على نفسي فقط بالسلب، يعني الانسان تفكيره سلبي. تفكير كل مره يلوم روحه، كل مره يتفكر كل مره يتفكر بلي او داي نفسه غير للسلبيات. فهنا نفهم بلي لازم لي انسان يخرجني من الحاله اللي راني فيها، لانه يعطيني كما نقول احنا عين تاع المنطق، اني نشوف بالمنطق، اني نقدر نوزن الحياه اللي راني نعيشها بالمنطق، نقدر نوزنها بالحقيقه. انعكاس للذات تاعي اللي ما نقدرش نشوفها، مش فقط غير واش هو ينعكس لي انا لداخل، واش انا تشربت من المجتمع. من ذاك تلقى الوالدين هما بيحب، ولكن يقولوا لك انت غبي، انت عامل، انت كذا، او شوف فلان او اخوك خير منك او صاحبك هو حبك يكون ما خير ولكن يذمك في نفس الوقت، ولكن هو او نقص لك من شخصيتك من جهه، وخلالك تشوف الصوره الذاتيه تاعك ضعيفه على نفسك. فهذا هو الحاجه اللي يخليك تبصر بكامل الامراض النفسيه. فيما يخص هذه النقطه، هل اليوم يعني لجوء البعض نحو الغموض، لما نقولوا على سبيل المثال انا انسان غامض ونكبت كل شيء، هل هنا في رايك يعتبر تصرف سليم، ام انه هذا الانسان بين قوسين مثل ما تقولي انت ربما نوع من الغباء؟ لماذا غباء؟ لانه عدم التفتح في صح، ماشي الناس كامل اللي نقدروا نحكيو معاهم، ماشي الناس كاع اللي عندهم ثقه، ولكن طبيب نفسي على سبيل المثال يقدر يساعد كثيرا في هذا الجانب، خصوصا انه عنده امانه اخلاقيه في الوظيفه تاعو وتسمح له باش يمكن هذاك الانسان من المعالجه الخاصه به. هنايا هذاك الغموض هذاك وهذاك البحث نحو اني ما نكونش كاشف نفسي لغيري حتى ما يعرفنيش، وخصوصا اذا كانت عندي صعوبات اصلا في التنشئه الخاصه بي. وهنايا العديد من الجزائريين يعانون من امور اجتماعيه، هذه صراحه نعرفوها، وهي تسبب كثيرا الاعراض النفسيه، خصوصا فئه الشباب اليوم اللي يقول لك نحوس نهاجر، نحوس ندير كذا، نحوس ندير كذا، هو هروب من الواقع. هروب فقط. بالنسبه للغموض او الانطوائيه كما نقولوا لها، انه الانسان ينطوي على نفسه ويقعد في عايش حياته الخاصه بمشاكلها بمزاياها وبعيوبها بنفسه فقط، ما يحكي لا الوالدين لا لحد مختص، لا الخاص ولا العام كما نقولوا. هنا كاين حالتين، كاين الناس اللي اصلا امورهم ماشيه، فهو فضل، هو راهو صحيح نفسيا وصحيح جسديا وراهو شايف نظره، وممكن النظره ما وافقوش عليها كامل المجتمع ولا فئه من المجتمع، ففضل انه ينعزل ويحتفظ بافكاره ويكمل مثلا مشروعه ولا يكمل طريقه العيش اللي راهو يعيش فيها.
في الطريق السليم، وانه ما يتاثرش بالناس. كاين ناس تفضل تنعزل على انها تتاثر بالناس، ولكن هذه ناس قياديه، عندها شخصيه قياديه، صحيح. على بالها وين راهي رايحه، على بالها الحاله اللي راهي باديه منها، على بالها من وين جات، كانوا عندها مشاكل ولحقت وين يكون عندها القوه انها تحلها مع نفسها، او ممكن استعانت بكتب، استعانت باشياء يعني معينه، عالجت نفسها بنفسها، عالجت نفسها بنفسها، ولكن الاساس وصلت الحياه. الاساس هو، سمحي لي دكتوره، هو انهم عالجوا. لانه علاش؟ لانه التراكمات هي مثل ما قلنا احنا بيت القصيد. بيت لانك القصيد. اذا ما عالجتش نفسك راح تبقى لك تراكمات تلحق درجات فيض. تراكمات فيض. هذا هو اللي ما وهي نحبوش نحكوا التراكمات عليه. هي الاساس تاع الامراض. صح. اي مرض جاء انطلاقا من تراكمات معينه. ما كاش مرض جاء هكا نضنا صباح ولقينا هذاك المرض، لقينا روحنا مرضى سواء بهذاك نفسي الشيء. ولا سواء جسدي، سواء كان نفسي او جسدي. صح. دائما هناك تراكمات يا اما في الطفوله قلت لك، يا اما هو الانسان نتيجة تجارب سيئة ربما معينة في حياته عاشها اللي خلته يعيش هذا الشيء. خلته يعيش هذا الشيء ويلحق النتيجة انه انسان فاشل مثلا، او انه انسان تلقى كامل الجزائري يقول لك انا ما عنديش الزهر مثلا. هو اعطى ديجا اصلا باللفظ اللي قالوا انه حكم على نفسه وما عندوش الزهر، اعطى امر لدماغه انه يجذب له فقط العقل اللاواعي، الاشياء اللي ما فيهمش الزهر السلبية. صح. انه العقل اللاواعي تاعنا قاعد مسخروا ربي لينا باش يخدمنا، ويقول لك الشيء الذي تفكر فيه كثيرا هو الذي ستلتقي به في الواقع. جميل جدا. نجيو الان الاجراءات. خلاص او مريض سي بون تقبل فكره انه لازم يعالج نفسيا، ما هي اجراءات العلاج النفسي المتبعه؟ يتوجه للمختص خلاص او راح المختص او جا للمختص النفسي مثلا. يعني انتم كيفاش تتعاملوا مع الحالات؟ كاين انا بالخبره ديالي كي نشوف الانسان نقدر نعرف وين راهو الخلل، نقدر نعرف وين راهو الخلل، حتى ولو كان في الطفوله ولو كان في اللحظه اللي راهو يعيشها. كيفاش يعني كونتاكت فيزيوال يقدر يعطيك ولا لازم تحدثي معاه؟ مش فقط كونتاكت فيزيوال، كاين دي ثيرابي نديروهم، علاجات نديرهم، نقدر حتى وما يحكيليش. كاين ناس يجيوني داروا دي زاكسيدون ما على بالهمش اصلا لو شوك وين راه، نساو اصلا لاكسيدون. الاكسيدون المام الحادث هو في حد ذاته راح لهم الذاكره، تمحى لهم الذاكره. فبمجرد اني انا كاين دي ثيرابي نديرهم لو سيرفو وين نقدر نقرا طاقه الجسد كيفاش راهي، نقدر نقرا لي رياكسيون تاع الانسان مع الاسئله اللي نطرحها عليه. شحال تاخذ المده ربما؟ هي على حسب كل انسان وكيفاش يتجاوب مع لا ثيرابي، كيفاش يتجاوب مع العلاجات اللي راني نمد لهم فيها. صافي ما نقدرش نقول لك مثلا كاين ناس من الحصه الاولى تغيروا، كاين ناس بعد 3 اشهر 6 اشهر، كاين ناس بعد عام. لا هي مرحله استكشاف. مرحله الاستكشاف تاخذ جلسه جلستين ممكن تستمر حتى شهر. الانسان اللي يكون اصلا هو ربما طبيعه او الاليه العلاجيه اللي تخدم عليها سيكو لو تيرم ولا لي كيستيون لو تيب دي كيستيون اللي يستعملوا. انت قلتي بانه نطرحوا اسئله ولا كيفاش يتم تعني العمليه كيف تتم في الواقع؟ انا نبازي اكثر شيء على صوره الانسان على ذاته، لانه كل شيء يبدا من انت كيفاش تشوف نفسك. اذا انت راك مصغرها ولا مكبرها نفسك، يعني مقيم ذاتك ولا ماكش مقيم ذاتك؟ هل تعترف بقدراتك او لا خصائصك؟ هل راك موفر نفسك ظروف وشروط الحياه الكريمه ولا لا؟ ثاني كذلك الظروف اللي يعيش فيها، انه يكون يرقد في بلاصه مليحه، انه يكون ياكل اكل متوازن، انه يكون ينوم يرقد نوم يعني متوازن، انه ما عندوش العياط بزاف في الدار، عنده والدين يفهموه، يعني عنده اصدقاء عاديين، عنده يعني المؤهلات العاديه، انه يكون اذا كان صغير عنده مصروفه مثلا، اذا كان كبير اسكو راهو خدام ماهوش خدام. فهذو كامل المعلومات يقدروا يعطوني الحاله تاع الانسان كيفاش راهو عايش، الحاله الخارجيه تاع المحيط تاعو كيفاش راهو يتاثر. ومن بعد نبداو نتعمقوا له في الجانب النفسي. والجانب النفسي انا اكثر شيء نعتمد على العلاج، لانه مثلا لا ثيرابي اللي نديرها اللي مثلا اسمها اكسس بارز اللي هي اول جلسه لازم ندير فيها هذه التقنيه، انها تنحي لك لا شارج اللي كاينه في لو سيرفو. يعني هذيك الشحنات الزايده سيت اون ثيرابي امريكان اللي تبازي لنا على الشحنات اللي كاينه لداخل في الخلايا العصبيه. كما نعرفوا انه الخليه العصبيه المركزيه يكون فيها دائما محيط بها شحنات سالبه وموجبه. لما تجي الرساله تعالجها عن طريق الشحنات الكهربائيه. فكاين ضغط مثلا، يكون كاين ضغط، يكون كاين ديشو، يكونوا كاين صدمات، عياط، يكون كاين اشياء ما قدرناش لحقنا لهم كما قلت لك وشفنا نفوسنا اننا فاشلين، يكون عندنا مثلا امراض، يكون عندنا يعني بيئه مثلا بيئه سامه، بيئه فيها ناس سلبيين، بيئه فيها العراقيل كثيره.
هذا كلش راهو باقي فوق صح. الخليه العصبيه، وهو يدير لنا ضغط من داك الانسان وقاعد يقول لك اي راسي ما عنده والو. بصح هو سمع منا السلبيه، منا سمعوا لنا سلبيه، خلاص قواو له فوق فوق راسه هنا، داروا له غيمه كما حنا نقولوا راسي راه قد هكا بالعاميه يقولوها. هي سيكول داخل الخليه العصبيه ماهيش قادره تحلل هذيك الكميه الهائله تاع الشحنات الضغط تاع الشحنات اللي تضغط على الخليه العصبيه، وهذا اللي يتسبب فيه ربما التعصب. كاين التعصب والانطوائيه، هما وجهين لعمله واحده. كاين انسان اللي غير يتقلق شويه يفيض، وكاين انسان يتقلق يكبت لداخل ويخبي المشاعر لداخل، وراهي تتكون المشاعر تتكون الشحنات لداخل مخبيه، فيجي نهار وين يطرطق، يا يطرطق في شكل مرض نفسي او مرض جسدي على حسب كيفاش. دابري ليكسبيريونس تاعك، هل هناك حالات اللي كانت مستعصيه فريمون ولقات ربما تعطينا، هي على بالي اسرار طبيه ولكن بدون تشخيص بدون يعني ذكر الاشخاص، ممكن الا تعطينا نموذج اللي تعاملتوا معاه وكانت حاله مستعصيه جدا وقات الحلول، تتفائل انه تقول كاين حاله مثل حالتي وشوفيت فحاجه مليحه. كاين مثلا الناس اللي كانوا عندهم الكولون او القولون العصبي وكامل الامراض اللي عندهم المشاكل في القولون، سواء القولون الخامل، القولون العصبي، كل انواع القولون، وصلنا لانه نتشافاو منها بنسبه 100%. انه خدينا مشوار وعملنا عده جلسات وعملنا تشخيص، كانت لحقت حتى مده 6 أشهر. اصعب حاله لحقت لمده 6 أشهر، والحالات العاديه ممكن 5 جلسات 10 جلسات خلاص، ممكن نقولوا نقدروا نديروهم في شهر يكون يرتاح الانسان. بعيدا عن القولون، حالات ربما امراض مزمنه. كاين عندي حاله تاع مرأة كبيرة جدا في السن، وكانت من الحالات اللي نعدها أنا معجزة، إنه من الجلسة الأولى قعدت نحت لي لونات ولا تشوف 10/10 وراح لها مرض السكري. كانت حتى وين تاخذ الانسولين في مرض السكري، باسكو هي عاشت انفونس جد مؤلمة، يعني طفولة جد مؤلمة. كانت تعرضت للضرب، عاشت وقت الإرهاب، يعني عاشت العشرية السوداء، عاشت وقت جد صعب، يعني تعنفت وهي كانت تعنفت كثير في حياتها، وكانت من النوع اللي ما يخرجش للطبيعة، منغلق على نفسه، ما يحكيش واش يصرالو، هي تتألم لداخل ما تقولكش باللي راني نتألم، وتكبت عبر السنين. فبمجرد اني درت لها اول جلسه اللي قلت لك عليها ان نحروا الشحنات الكهربائيه اللي كاينه لداخل مخبيه في لو سيرفو تاعنا، ناضت هكذاك من لاشاز، خرجت هكذا قالت لي اني بنتي اني نقدر نقرا هذه الكتبه، واني نقدر نشوف هذاك الالوان واني ما كنتش نشوفهم. وخرجت يعني قالت له كان الزوج تاعها هو اللي احضرها، ربي يعزهم ان شاء الله، شافته هكا قالت له اي عندك خانه فلانيه وخانه فلانيه وخانه فلانيه، كانت اصلا بالنوادر ما تشوفهمش، حتى انخلعت شغل. هي توقعت من النتيجه، هي وقعدت تقول لي مستحيل. يعني الاراده في البحث عن الاستشفاء هي اللي خلتها، هي كانت حايبه انها تتعالج، هي رافضه اصلا انه المرض على بالها بانه ربي ما دامو دار لنا الجسد هذا وسخروا لنا انه نعيشوا به في الارض وانه نديروا به الخلافه، اكيد اذا دار فيه مرض راح يدير فيه العلاج. صح اكيد. ربما نمشيو الوقت ما بقناش الكثير، يعني الادوات المستعمله يعني في الجانب العلاجي، نحكيو حنايا البعض يقول لك العلاج النفسي، عندنا العلاج السلوكي، عندنا العديد من انواع العلاج. هنا في هذه الحاله وشنو هو نوع العلاج المستخدم؟ انا ندير اكثر شيء ندير العلاج الطاقي، اني يعني قاريه كثير من الدورات بالعلاج بالطاقه، كيفاش نخرجوا الطاقات الكامنه او الطاقات اللي راهي مبلوكيه، كيش نقولوا انه محبوسه داخل الجسد، فنخرجوها، فهي اللي تخلي الانسان يكمل حياته ويعيش حياته اخف ويعيش حياته اكثر اقبالا على الحياه. ومن بين التقنيات اللي نديرهم كيف قلت لك اكسس بارز، بينهم انه تقنيات علاجيه للجسد. كاين حتى وين نضطر وين نقول الانسان انه يدير حجامه او يدير الوخز بالابر، العلاجات المماثله يعني هنا نمشيو ربما العلاج كما نقولوا احنا العلاج الملموس، لا طريقة العلاج الطبيعي ولا العلاج التقليدي ربما في هذا الجانب، والدور تاعو الأساسي في تكملة ربما الجانب النفسي. كاين حتى علاجات نديروها بالطبيعة،
انه ناخذ المريض الى الطبيعه ونعملوا جلسات معينه، ونعملوا حتى كاين حتى تاملات، كاين اشياء كثيره، كاين طرق كل حاله والتعامل وش معها. تحتاج؟ مثلا طفل التوحد لما هذه التقنيات جد 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 مفيده لاطفال التوحد اللي كانوا مثلا عندهم العنف مع الوالدين، ولو اكثر هدوء، ولو اكثر تجاوب، ولو يخرجوا اصلا المواهب اللي عندهم. الاستقرار النفسي. نعم. اكيد، وراحوا اكثر للاستقرار النفسي، وحتى للوالدين صاروا اكثر تقبلا للحاله. مثلا لو نحكيو على مرض التوحد، هو ليس لا وراثي ولا عضوي، هو مرض يكتسبه الطفل بسبب الاشعاعات تاع الهاتف، مثلا بسبب الحاله النفسيه تاع الام، الحاله النفسيه المحيط اللي تعرضت له. لهذا دور به الام الحامل لازم نعطوها رعايه جد خاصه، رعايه خاصه نفسيه جد خاصه، لانه حفاظا على الحاله الصحيه والنفسيه، الصحيه الجسديه والنفسيه عفوا للطفل. فمثلا مرض التوحد، انا لحد الان حتى العلوم كامل في العالم ما لقاوش لوش سبه، ما كاش سبه، رجحوا كل سببه للجانب النفسي. والمحيط تاع الطفل. وحتى بعد لما نكتشفوا انه الطفل عنده مرض التوحد وكذا، فلازم له العنايه النفسيه، مش لازم له فقط انه ندخلوا في كراش ولا في مؤسسه معينه اللي راح تعلموا مثلا حتى انه العديد ربما لا يملك التقنيات والمهارات الكافيه، وياخذ الامر بالجانب التجاري اكثر منه بالجانب الانساني والعلاجي. ربما هنا نزيد نشير لنقطة أخرى أساسية، اللي هي الدور الأساسي للتوجيه الخاص بالطبيب لعلاج الأمراض العضوية من أجل المساعدة في الاستشارة النفسية للمريض. وهنا اللي لازم تكون ربما الثقافة لازم تكون عند العديد من الأطباء. لازم الأطباء هم اللي يشجعوا أصلا لأنه التشخيص عفوا دكتورة، ربما التشخيص في هذا الجانب يكون في البحث عن حياة المريض قبل البحث في المريض في حد ذاته والجسد تاعه. صح. هي مرات عديدا يكون كاين حالات طارئة نعذروا الأطباء أنهم صحيح. ما يوجهوهمش، فالوعي لازم يكون عند المريض قبل ما يكون ما عند الطبيب، لأن ما نقدرش نحطوا كامل اللوم على الطبيب. أكيد. يعني ربما حالات مستعصية والكثير الموجودة عنده. أكيد. يعني فهو أصلا راهو منشغل في أنه يكتشف وين راهو الخلل العضوي. فهو الرحلة تاعو الاكتشاف الخلل العضوي، فديجا يعني تاخذه ديجا في متاع أكبر من أنه يهتم بالجانب النفسي. فهذه دعوة لأي إنسان أنه يشوف نفسه تعب نفسيا شوي. كاين جهات مختصة، كاين علاجات متطورة الآن حتى اللي ممكن ولا مرة سمعنا عليها. فابحث انت، ابحث صحيح. ودايما حوس على حاجة، انه ما ترضاش فقط انه المرض، لانه ربي سبحانه كما قلت عمره لا يدير الداء وما يديرلوش الدواء. أكيد. والعنصر الأساسي هو أنه أي إنسان يقي نفسه من خلال توفير الظروف النفسية وعدم التأثر الكبير والكثير بالمحيط وكل ما يرسله المحيط إليه كمستقبل. ونقطة أخرى، حتى إن كان الأمر مستعصي علينا يجب أن نبحث عن حلول للأمور المستعصية والعوائق بدل أن نتأثر بها وأن نستوعبها. اكزاكتومون. ربما ما بقناش الوقت الكثير، اذا كان فيه اضافه نزيدوا نقدموها ربما ما طرقناش لها بحكم يعني معرفتك، يعني شيء مهم ربما نزيدوا نطرقوا ليه. نقدروا نزيدوا اضافه انه نوجه كلمه لاي انسان او اي جزائري، خاصه بما ان القناه جزائريه اكيد، فاي جزائري انه تحط الجانب النفسي محط الاهتمام الاكبر من الجانب الجسدي قبل ما يوقع ويكون كاين امراض وين راح تخليك تندم انك انت ما شفتش لنفسيتك وما شفتش الحاله النفسيه ولا الموروث النفسي اصلا اللي راك جاي به للدنيا. فلما انا نشوف نفسي اني راني فليت ساعه كيما نقولوا بالدارجه، راني نشوف نفسي اني راني نرياجي دي رياكسيون نورمال ولا راني نرياجي دي رياكسيون انورمال، يعني لازم نشرحوها لهم هذه. لازم باش يفرق بين النورمال والانورمال، يعرف الروبير انه انا مثلا يكون ممكن كاين ناس ينوضوا صباح ينوضوا مستريسين وخايفين مثلا ويلقى الكولون تاعو مكمش ويلقى يا اما يعرق يا اما يقول لك ما راني خايف ما على باليش واش كاين، يعني انقباض في الجسد. انقباض هنا راهو رساله من الجسد راهو يخبرك باللي او كاين واحد لا شارج لداخل، كاين واحد الضغط لداخل لازم نتعاملوا معاه، لازم نفيديوه، لازم نخرجوه. ما عرفت تخرجوا وحدك اتجه الى مختص، كاينين المختصين. وكاين
شيء ثاني وشيء اللي بزاف ناس ما يحطولوش البال انه الانتاجيه تاع الانسان في الحياه. صحيح. انه انا مانيش نشوف روحي انه عندي انتاجيه في الحياه. علاه ناكل نرقد نروح ندير نعاود نفس البروتوكول تاع العمل نفس الروتين ونعاود نرجع. مانيش يعني ما نقدمش مانيش نتعلم لغه جديده مانيش لي نتعلم سبور جديد مانيش نتعلم حاجه جديده مانيش اجور توجور مع واش كاين هنا. معناتها كاين سيغتان شارج كاين ضغطه والداخل موش مخليني نزيد نتقدم. يعني الخمول هذه قبل ما نلحقوا كامل للناس اللي عندها امراض والناس اللي راهي ديجا تعاني من مشاكل يعني نفسيه. من اجل تحقيق الاستقرار النفسي من اجل انه نحافظ على صحتي الجسديه والنفسيه على طول العمر ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. وهنا يا ربما نزيدوا نضيفوا اضافه صغيره جدا انه الانسان ما لازمش يكتفي بالنشاطات الرئيسيه الخاصه به، يخدم يروح للدار يرقد ياكل يشرب يعاود ينوض يتعامل مع افراد عائلته. هنا نبرز اهميه الرياضه، اهميه القراءه، اهميه الاطلاع، اهميه النشاطات اللي نقولوا عليها احنا ثانويه ولكن في الاساس هي نشاطات رئيسيه تمشي بالتوازي مع النشاطات الاخرى. نعم. علاش؟ حتى ربما يساهم بها الانسان من اجل احداث الاستقرار النفسي الخاص به والاستقرار العصبي، وحتى يفرغ الشحنات والطاقات الزائده. وكاين امر اساسي نشوفوه ربما عند الناس اللي عايشين في الولايات الداخليه اللي هي المشي حافي القدمين في الرمل، اللي يكسب الانسان طاقه كبيره ويخليه يفرغ الطاقات لانه الارض بطبيعتها تبصر بهذيك الانرجي. اكيد ما من الان رانا في موسم الاصطياف المشي حافي القدمين في البحر ايضا. صح. شوف من الشيء اللي مسخروا لنا ربي سبحانه على وجه الارض هو الطبيعه. والطبيعه دايرها لنا ربي باش تشافينا ذاتيا واوتوماتيكيا تشافينا اوتوماتيكيا. فكل ما كنا في اتصال اكبر مع الطبيعه كل ما كنا اقرب للفطره وكل ما كنا انقى نفسيا وانقى جسديا وبصحه جد جد جد, 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 جد جيده ومهمه. نشوفوها بزاف عند الناس اللي يقول لك في الشر وكذا تلقاهم كبار بصحتهم ما شاء الله ما عندهمش امراض في تواصل دائم مع الطبيعه. كاين ناس بحكم عايشين في المدينه ولكن يجي الويكاند يجي نهايه الاسبوع نخرج الدار نخرج العائله كامل نخرجوا غابه نخرجوا للبحر نخرجوا كذا حتى شتاء ولا صيف. المهم نكونوا دائما في تواصل مع الطبيعه لانه تعاوننا كثير في ان نتشافى واذا كنا مرضى ولا نقعدوا في نفس الوتيره الجيده للحياه. جميل جدا. للاسف الزملاء راهم يقولوا لي بان وقت الحصه قد انتهى. نشكر الدكتور على كل هذا الشرح وهذا الوصف. ان شاء الله مازال كاين حصص اخرى ان شاء الله ونزيدوا نحكيو بوكو بليس على هذا السوجي وعلى هذا التام ان شاء الله. وانتم ثاني مشاهدينا الكرام ما تكثروش على رواحكم بزاف، روحوا غير شويه. الفو لا ستابيليتي مورال باسكو هذه حاجه تري امبورطون. الفو بوكو بليس لا كومونيكاسيون لانه التواصل حاجه مهمه وحاجه اساسيه وحاجه ضروريه. انت هو الطبيب النفسي تاع نفسك. اذا شفت روحك بلي تي با نورمال روح خذ قسط من الراحه، روح امشي شوف انسان اللي ترتاح معاه وحاول انك تعطيه ربما فرصه من انك تدردش معاه. والاساس هو نكونوا اشخاص اهل الثقه وهذا هو العنصر الاساسي. ومارسوا بعض النشاطات الاخرى، ما تبخلش على نفسك، حاول انك تستمتع بالحياه وتستمتع بكل شيء تقوم به وكل لحظه تقدمها. وشكرا لكم مره اخرى مشاهدينا الكرام. نضرب لكم موعد لاحقه باذن الله. الى اللقاء. شكرا دكتوره.